لسه معانا احمد نبيل سيلز مانجر في اوبل، ولسه هيكلمنا النهارده عن الكاسكادا. اهلا وسهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا بيك يا كريم مره ثانيه. انا عايز اسمع ايه الكاسكادا النهارده؟ كاسكادا هي زي ما انت شايف يعني تحفه فنيه جميله جدا من اوبل. بننزلها لاول مره، بتنزل معانا للناس ان هي تشتريها وتتباع، مش ديسبلاي العربيه خالص. مش شايف لها اي منافسين في مصر بصراحه؟ خالص يعني احنا عندنا بس بنسيجمنت عالي قوي، عربيات حوالي بمليون جنيه عشان اول سيجمنت، عشان توصل للفئه دي، عشان توصل لعربيه كونفرتبل معاك كوبي كونفرتبل. فديت من العربيات التنافسيه جدا اللي نازله في السوق ان شاء الله. كان عندنا براند واحد الماني بيقدم نفس العربيه دي وبطل ينزل دلوقتي بنفس الفئه. كلمني عن الموتور بتاع العربيه. الموتور بتاعنا 1.6 اس اي دي اي. الاس اي دي اي ده حاجه في الانجنز جديده. بنبتدي ان احنا بنبص لنظام الحرق المباشر للعربيه، بيزود من البرفورمانس بتاع العربيه وبيخلي ادائها في نظام الاشتعال والاكسلريشن بتاعها بيبقى قوي جدا. معنى كده انها تيربو تشارجر طبعا 92 تماما. لان 92 ونبصم انها 92 ان شاء الله مفيش مشاكل في القصه ديت. طبعا هناخد ضمان محترم جدا على الموتور والفتيس. ضماننا 3 سنين او 100,000 كيلو برضه على العربيات الاوبل بالكامل، ضمان من المانيا طبعا ومفيش اي مشاكل. وشبكه موزعيننا طبعا موجوده كبيره جدا، ومراكز صيانتنا كبيره جدا موجوده ان شاء الله. هايل جدا. طيب لو سمحت يا احمد، انا كنت عايز اعرف بس انت هتنافس في انهي فئه سعريه؟ احنا سعرنا 360,000 جنيه، ده بالنسبه لسعر العربيه. هايل بالنسبه للعربيه زي ديت، انا هايل. يعني فدوت بيتنافس طبعا، هي ملناش غير منافس واحد في العربيات، وهو طبعا السقف بتاعه بيبقى سقف مقفول غير السقف الكونفرتبل طبعا. بالظبط. شكرا جدا ليك يا احمد على المعلومات اللي خدتها منك النهارده، وهتمنى ان انا هعمل تيست درايف للعربيه بعد اذنك، لان انا فعلا انجوينج جدا بيها. شكرا جدا ليك. ان شاء الله تنورنا كريم في اي وقت، وده مكانك يعني باذن الله. شكرا ليك يا احمد.